او يعني كان في ما رفضوش بس كان في اعتذروا له يعني بشكل من الاشكال. اولا عايزين نعرف الاعتذار ده هل اثر على مسيرة صلاح بعد كده ازاي، وعايزين نعرف طيب محمد صلاح في الوقت ده كانت المنتاليتي بتاعته عامله ازاي يتعامل مع صدمه زي الصدمات دي، لان في ناس كتير بتقول لك انه محمد صلاح اتغير لما سافر. فعايزين انت الوحيد اللي تقدر بقى تقول لنا الحكايه دي كان عامل ازاي. هقول لك بالظبط اللي حصل ايه. يعني احنا قعدنا خلصنا القصه، خلصنا الاتفاق، وكان المفروض الزمالك يخلص مع المقاولين وطلعنا بالتصريح التاريخي، وبعدين اكتشفنا انه ما كانش تصريح من استاذ ممدوح بس، كان تصريح برضه من حد في الاطار الفني، من كابتن حسن. حسب مين؟ حسن شحاته. تمام. خلي بالك انت كلتها بسرعه يعني كابتن حسن شحاته على فكره الكوره قابله على كل ده، قابل ان انا اخد قرار. بس دي انا ما اعرفش الحكايه دي، هي القصه كلها على ممدوح عباس ومحمد صلاح عزمه، وعارف انت لا ما كانش كده بس، يعني ده كان راي فني. راي فني. تمام.